مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا جاي النهارده اجاوب على سؤال مهم ناس كتير جدا سالته لي. علي، هو يعني ايه الذهب الصيني؟ اعملوا سبسكرايب ويلا بينا نشوف. اول حاجه، الذهب الصيني هو نوع من انواع الاتصالات اللي شبه الذهب، بتبقى قريبه من الذهب. تمام، هي اتسمت بالاسم ده عشان هي شبه الذهب. دي بتتصنع بايه؟ بتتصنع من المعادن الرخيصه، رخيصه الثمن. زي ايه؟ زي النحاس، زي النيكل، الحديد. المعادن الرخيصه دي عشان يصنعوا بيها معدن اللي هو اللي اسمه ايه، بيسموه ذهب الصيني. طيب بعديها، بعد ما يعملوا يجيبوا المعدن ده، النحاس او اي معدن، المعادن الرخيصه دي، بيشكلوها اي خاتم او اي حاجه. بعديها بيدخلوها من ميه الذهب، بيدخلوها طبقه خفيفه كده، بسيطه على الخاتم، بحيث ان هو يبقى لونه لون الذهب بالظبط. فعشان كده بيتسمى الذهب الصيني. نفس التشكيل وكل حاجه، حاجات قريبه جدا من شغل الذهب عامه. بيشكلوها وبيدخلوها بميه ذهب، وبيقولوا عليها ان هو ذهب صيني. تمام، طبعا الكلام ده كله يعني هو معروف ان هو معادن تانية، بس هم سموه خلاص ذهب صيني. دي الفكره كلها. انا حتى الان مش معترف بيه، مش معترف بحاجه اسمها ذهب صيني بصراحه. ده كل ده معدن تاني، معدن نحاس ده، او حديد، او نيكل، او اي معدن تاني عادي خالص. لكن هم بيسموه بتوع الاقتصاد بيسموه ذهب صيني. تمام. طيب الذهب الصيني ده ليه مميزات وليه عيوب. ايه هي مميزاته وايه هي عيوبه؟ مميزاته ان هو رخيص، سعر رخيص قصاد الذهب، دهب حقيقي، معدن الذهب. تمام. فدي ميزه ليه، ان هو سعره رخيص. تاني ميزه ليه، ان هو دي ميزه ان هو ممكن يشكل بيه اشكال كتيره جدا قريبه من الذهب. سهل ان انت تعمل بيه اشكال كتيره عامه، اسهل من الذهب والفضه عامه. فدي ميزه مهمه حلوه قوي. تمام. عيوبه، عيوبه كتيره جدا. منها مثلا اول عيب، ان هو ملوش ثمن لما يجي يتباع. لما تيجي تبيعه ملوش اي ثمن. الذهب الصيني ده عامه تشتريه وملوش اي ثمن. تمام. تاني عيب ليه، ان هو الطلع بتاعه بيروح مع الوقت. مع الوقت الطلع بتاعه، الطلع الذهب ده بيروح وبيتآكل. تمام، ده العيب التاني. العيب التالت والمهم قوي، ان هو بيعمل حساسيه مع بعض الناس. في ناس كتير جدا يجي لها بسبب طلع النيكل اللي عليها الذهب ده، يجي لها حساسيه منه. تمام. فده عيب مهم جدا يا جماعه. ودي تكون كده عيوب ومميزات الذهب الصيني. وفهمتكم ايه هو معنى كلمه الذهب الصيني. ويا رب اكون افدتكم. لو حد عنده اي سؤال تاني اكتبه في الكومنت وانا هرد عليه. لو عجبكم الفيديو تشتركوا، لايك، سبسكرايب. شكرا.